هذاك لو كادو علاش كيتعطى لهذاك؟ هذه حاجه زعما ما مقبولاش. واحد الشركه سمحوا لي الرئيس ديالها، انا بعدا واحد القضيه السي عبد الله، بلا ما تبقى تصدع راسك تقول لهم كان مدير ما كانش مدير الى اخره، يقدم استقالته، واخا يقدم استقالته في الحرم المكي راه هو اللي باقي كيسير. انا ما تورينيش المغاربه وكيعرفوا يقادوا الامور ويجيبوا لك واحد. طبعا الا جابوا شي باندي غيقول له هذا ولا ديالي سير في حالك، ولكن هذا مستبعد باش تكون زعما الامور واضحه. هذاك هو اللي كيسير، بحال اللي السي عايز اخنوش هو اللي كيسير اكوا. خليونا من التخربيق. تقولوا لنا لا راه خرج راه ما خرج ما تزفت، باقي هو اللي كيسير. بون من الناحيه القانونيه ما تلقاوش فين نشدوا فيهم. هذا الشيء تنقولوه انا وراهما الله يشهد، يجي قدام منا ويحكي بالمصحف باللي ما بقات عنده حتى علاقه مع هذيك. القانون كيسمح له يكون عنده اسهم لا تسير. وانت دابا عندك دابا الحجاج والبراهين باللي كيشارك في التسيير وباللي تيوقع في المحاضر وباز سيدي. انا هذا وزير التعليم تفاعلت به من اللي جا، كنقول لهم رجال الاعمال اون برانسيب ايزون اون تيت بيان فيت، كيعرفوا، وهذا شيء مهم جدا. ولكن هذا الشيء اللي دار ما يمكنش، واخا تكون عندك اون تيت بيان فيت تري بيان فيت، اذا كنتي كيف يعقل ان واحد الشركه كانت عندها في 2023 صفر ولا عندها تقريبا 70 مليون درهم ياك 70 مليون درهم ياك 70 ولا 80 لا اكثر يعني في سنتين. معنى ذلك انه يراعى فيها ان رئيسها وزير، لا في اعطاء الرخص ولا في ولماذا تؤجل شركه اخرى يكون صاحبها مغربي ولا اردني ولا يكون اردني ولا يكون شنو ما بغى يكون. بالنسبه الينا رجال الاعمال كلهم بحال علاش يؤجل؟ انه الامكانيه باش يصنع واحد الدواء ونمشيو نجيبوه. علاش؟ خصهم يجيو يسولوا على هذا الشيء، وما يمكن لهم يسولوا على هذا الشيء الا في لجنه تقصي الحقائق. وانا ملي كنت رئيس الحكومه ما عرفت حتى ما عقلتش حتى على الموضوع. استدعتني واحد اللجنه اللي في القضيه ديال التقاعد لسبب ما، وكان الرئيس ديالها هو من شماش وجلسوني قدامهم فهمتيني ولا لا بحال شي تلميذ، وحلفت بالله تعالى وتكلمت فهمتيني ولا لا، ودارت لي واحد لابتيت مؤامره كان ضحيتها السي ولكن انقلبت ضدهم لانهم مازال ما فهموش واحد القضيه اللي الله تعالى كيقولوا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولهذا رحنا يا الاخوان ديالنا ايها المغاربه وايتها المغربيات، ما ترجعوش لي الله يرضي عليكم القضيه ديال الفلوس وتاخذوا الفلوس وتصوتوا ولا شيء من هذا القبيل. شوفوا مصلحتكم الحقيقيه وصوتوا على اللي كتعتبروه غادي يدافع على مصلحتكم الحقيقيه. ظهر لكم العداله والتنميه صوت، ظهر لكم الله يجيب للمغرب ما هو احسن من العداله والتنميه، ولكن هذه الساعه هذه ما باين لياش. فلتكن انتخاباتنا نزيهه وسمعتنا طيبه في العالم، وديك الساعات المشاكل كلها هي غتحل. ما عرفتش انا علاش الناس ما كيتذكروش 5 سنوات اللي دوزت في رئاسه الحكومه كيفاش دازت. واش بغيتوا توصلوا المغاربه كاملين لا ديبريم؟ والله الا راه نقول لكم انا واحد القضيه، والله الا ولا صعاب عليا نشارك في السياسه لانه كنشوف باللي هذا الشيء هذا يعني راه ماشي هي هذيك. بلا ما نتكلم هذه الفضيحه الاخيره اللي جات ديال السي المهداوي، وانا قلتها للاخوان قلت لهم هذوك الناس اللي تما انا كنعرف البعض منهم، وكاين فيهم يعني ناس عندهم الزعامه وكانوا يساريين سابقين ومشاو للسجن وكيعرفوا الظلم الى اخره. ولكن ولا في المغرب عندنا واحد المصيبه كحله، وهي اعطيني الفلوس وقول لي على من نهجم، ماشي شغلك انت، انا غنتكلف به. مي سافا راه دابا الناس ما واعيينش بعدا بواحد القضيه. شنو هي الصوره ديال المغرب في الدنيا؟ شنو هي الصوره ديال المغرب في الكون؟ شنو هي الصوره ديال المغرب بين الدول العربيه والاسلاميه؟ ليس فقط من الناحيه الاقتصاديه، واخا كاين الغلاء وكذا وكذا وكذا، ولكن من ناحيه الحريات والحقوق وحقوق الانسان، لان هذه اشياء يعني اساسيه في الدنيا وهي موجوده في ديننا. فخليو السمعه ديال البلاد هي اللي مهمه. راه الا جا الجوع نقدروا نصبروا عليه، ولا جا الغلاء نقدروا نصبروا عليه، ولا جات لا قدر الله الحرب نواجهوها، ولكن
اذا فقدنا الثقه في بعضياتنا وولينا كنشعروا باللي بالمناسبه لابد ان احيي بطريقه يعني مباشره عدد من المؤسسات، لا المنافسه، لا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا الاخرين اللي ذكرتيهم، فهمتي ولا ما تنذكرهمش كاملين. مجلس على الحسابات، لا، لانهم في هذا المجال ديال الادويه قالوا ils ont dit ce qui devait être dit. والتقدير ديالي والله اعلم كاين حل لهذا الشيء. السيد وزير الصحه والسيد وزير التعليم خصهم يقدموا استقالتهم. واش حنا والزين غير ضحكت عليه واحد الروسيه لانه مشى كيحاول يجفف الملعب؟ وشنو مشكلته هو في ذاك الملعب؟ واش هو اللي دار له الغازون ولا ماشي هو اللي دار له الغازون؟ ونفرضوا انه دار له الغازون وغلط فيه كاع، مع ذلك قدم استقالته السي والزين. ودابا دابا شحال خصك دير الجفافات باش تجفف هاد الفلوس كاملين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا في تفاعل مع احد الاخوه الصحفيين انطلاقا من الكلمه اللي قلت انه حزب العداله والتنميه كان سباقا لهذه الفضائح. قالوا الدين انتم تبخسون الصحافه الاستقصائيه. اولا نحن لسنا في منافسه مع الصحافه، احنا حزب نقوم بدورنا كحزب، والصحافه تقوم بدورها، اللي تيقوم بالدور ديالو الله يجازيه بخير. وهذه المواضيع اثرناها، احنا كنا سباقين في اثارتها انطلاقا من معلوماتنا الخاصه ومن تتبعنا للسياسات العموميه، باش ما نبقاوش وكل واحد تيدير شغالو، باش راه الاحزاب احزاب والصحافه صحافه، والصحافه اللي تتهجم علينا اكثر بكثير من الصحافه الاستقصائيه، الله يجازيهم بخير، واللي تيقوم بالدور ديالو في هذاك. ثم الكلام خصو يبقى في هذه الحدود. النقطة الثانية غادي نرسلوا لكم هذه المذكرة ديال الحزب فيما يتعلق بالمذكرة مفصلة مدققة من الناحية القانونية، غنعمموها وغنعمموا هذه العروض كما هي. العرض ديال لا هي العرض ديال الدكتور بوانو غادي يتعمم. النقطة الأخيرة نقولها انا صافي توكل على الله. هي هذيك اللي غتقول انت. لا لا القضية ديال الشباب، أنا عندي منطق. أنا ما تنآمن لا بالشباب ولا بالنساء ولا بحتى شي مخلوق. أنا تنآمن بالكفاءة. خاص يوصل للرئاسة، يوصل للبرلمان، يوصل للحكومة الأكثر كفاءة والأكثر أمانة. يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. مزيان. يقولوا لنا واحد النسبة ديال الشباب وديال النساء خصها تكون بحال اللي دار لنا الحسن الثاني الله يرحمه، معقول، لانه النساء ما غيعرفش يتكلم عليهم الرجال، والشباب ما غيعرفش يتكلموا عليهم الشيوخ. يكون واحد النسبه كانت واحد الوقت 30 زدناها ل 60 زدناها ل 90، باغيين عاوتاني يزيدوا فيها دابا ديال العيالات. وديال الشباب داروها وتراجعوا، حنا اللي طالبنا في هذه المذكره ديالنا مع وزاره الداخليه، وما كانش قبول من جهه وزاره الداخليه. نكونوا بصراحه. فلهذا لتكون الامور واضحه، يعني باش يكونوا الشباب مطمئنين ويكونوا الشيوخ مطمئنين ويكونوا النساء مطمئنين ويكون الجميع مطمئن. العدل أساس الملك، وانتهى الكلام، والسلام.